السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي ولادي وطلاب بريب 1 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده لأول مرة على الإطلاق نشتغل بريب 1. ان شاء الله تكون بداية خير جدا جدا جدا. احنا النهارده هنراجع مع بعض بورقة وقلم وتكتب ورايا كل بوينت احنا هنقولها. طيب ليسون 1 عندي بيبدأ بحاجة حلوة جدا وسهلة جدا كنا اتكلمنا عليها في الترم اللي فات، ألا وهي الميتالز والنون ميتالز. طيب فانا لو انا بتكلم هنا عن الميتالز والنون ميتالز، لو تفتكر من الترم اللي فات، لو انا جيت قلت لك انا عندي حاجه اسمها اوتر موست انرجي ليفل، اللي هو اخر انرجي ليفل موجود عندي، فلنفترض ان انا عندي هنا بتكلم عن ال Na11. طيب لو انا هعمل الالكترونيك كونفيجريشن هقول ان هنا 2 8 1 ادي هنا K L M. طيب انا عندي هنا اوتر موست انرجي ليفل كونتين 1 الكترون، حلو قوي. طيب لو انا جيت قلت لك وزع لي الام جي 12 هتقول لي يا مستر ما هي سهله، 2 8 2 اوتر موست انرجي ليفل فيه 2 الكترونز. طيب قلت لك وزع لي الاي ال 13 هتقول لي سهله، 2 8 3. حلو قوي. في مشكله كده في فكره الاوتر موست انرجي ليفل؟ لا تمام. لو انا جيت قلت لك والله وزع لي السي ال 17 هتيجي تقول لي 2 8 7. طيب هو انت يا مستر عايز تقول لي الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك لو اوتر موست انرجي ليفل كونتين 1 او 2 او 3 الكترونز يبقى ده عندي اسمه ميتال. يبقى الميتال contain 1 or 2 or 3 electrons in outermost energy level. يبقى لو انا عندي كده 1 او 2 او 3 في outermost energy level يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن الميتال. طيب لو انا جيت قلت لك ان انا عندي 5 6 7 يبقى ده مين؟ انا بتكلم هنا عن نون ميتال. يبقى اول فرق ما بين الاثنين ان الميتال outermost energy level contain 1 or 2 or 3 electrons، لكن في النون ميتال contain 5 or 6 or 7 electrons. تمام؟ طيب هتقول لي طب ولو 8 هقول لك ده انرت جاز، نوبل جاز، وكنا اتكلمنا عليهم الترم اللي فات اللي هم كانوا هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. تمام؟ طيب يبقى ده اول فرق ما بين الاثنين. تمام؟ يبقى احنا كده اول فرق بنتكلم ما بينهم ان عندي الميتالز، قول لي كده، تمام، اوتر موست انرجي ليفل كونتين 1 or 2 or 3 الكترونز. طيب عندي كل الميتالز solid except the mercury. يبقى all metals are solid except the mercury. يبقى الميركوري هو ال only liquid. يبقى الميركوري هو only liquid metal. only liquid metal is مين؟ is mercury. لكن انا عندي في النون ميتال هو في عندي solid وفي عندي liquid وفي عندي جاز. الاونلي ليكويد هو البرومين. وخلي بالك عشان الحته دي مهمه جدا 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 ومنتشره قوي في الكومبليت. يقول لك the liquid metal is space while the liquid non-metal is space. هتقول الليكويد ميتال عندي هو الميركوري والنون ليكويد هو مين؟ الليكويد النون ميتال هيبقى هو عندي مين؟ البرومين. تمام كده؟ طيب باجي بعد كده بقول لك ان all metals have metallic luster، كلها بتلمع. يبقى كل الميتالز مالهم عندهم metallic luster اللي هي معناها shiny. لكن النون ميتال don't have metallic luster بقول ان هي opaque، يعني مش شايني. زي لو انا عندي شويه كربون اللي هو الفحم مش بلاقي عليه اي لاستر، بلاقي ان هو مطفي كده، فده بالنسبه لي ان هو مين؟ بقول لك ان هو opaque. طيب بقول لك بعد كده لو انا عندي حته حديد هل اقدر اشكلها؟ اقدر اشكلها. طب انا هقدر اشكلها في ايه؟ هقول لك تقدر تشكلها ان انا ممكن اعمل منها باب، حد تاني يبقى معاه نفس حته الحديد يعمل بيها كرسي، وهكذا. او ممكن يكون انا عندي حته ذهب ممكن اعمل بيها خاتم، اعمل بيها سلسله، اعمل بيها ايا كان. فده عندي بقول لك ان هو formable، اقدر اشكله. طيب بقول لك لو انا جبت شويه حديد وقعدت جبت شاكوش طخ 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 ولا اي حاجه، اقدر برضو اسحبه واعمل منه سلك زي الكبر، فبقول لك ان هو دكتل وميليبل. يبقى كده بقول لك ان الميتالز ميليبل ودكتل وفورمابل،
لكن النون ميتال بقول لك بريتل. بريتل يعني هشه، لو انت جبت كده فحمايه ورحت جايب شاكوش وضربت عليها هتتكسر. يبقى معنى كده بقول لك ان الميتالز كلها ميلابل دكتل وفورمابل، على عكس تماما مين النون ميتال بقول لك ان هي بريتل. طيب يجي سؤال يقول لك what happened you hammered a piece of sulfur، ايه اللي هيحصل لها؟ تقول لي ان هي ايه؟ it will broken because it's brittle يعني هشه. طيب بقول لك ان كل الميتالز good conductor of heat، good conductor of heat، لكن النون ميتال bad conductor of heat. بقول عليها برضو حاجه كمان اللي هي اسمها insulators. طبعا انت فاكر الانسيوليتورز من جريد 6. طيب بقول لك ان كل الميتالز جود كوندكتور اوف الكتريستي، يعني انت دلوقتي لو جبت اي حاجه معدن مسمار وحطيته في الفيشه طريق السلامه انت، تمام؟ يبقى هي جود كوندكتور اوف مين؟ اوف هيت، اوف هيت والكتريستي. طيب كل النون ميتالز باد كوندكتور اوف الكتريستي اكسبت جرافايت. اوبا، الجرافايت ده نون ميتال بس جود كوندكتور اوف الكتريستي. تيجي تقول لي ايه الجرافايت ده يا مستر؟ هقول لك عارف انت الدراي سيل، الحجر بتاع الريموت، ما هو ده بيكون جواه مين؟ جرافايت. هو بالنسبه لي الكوندكتور اللي هنا. يبقى all non-metals are bad conductor of electricity except the مين؟ the graphite. فالجرافايت انا بستخدمه to use in the dry cell. يجي سؤال يقول لك what is the function or what is the importance of graphite؟ هتقول لي using to make the dry cell. تمام جدا. طيب باجي اقول لك ان انا عندي الميتالز كلها عندها هاي ميلتنج بوينت. طيب يعني ايه يا مستر ميلتنج؟ بقول لك ان الميلتنج معناها هحول من سوليد لليكويد. يبقى الميلتنج بوينت اتس ا temperature at which matter change from solid state to liquid state. فانا بقول لك ان الميتالز كلها عندها هاي ميلتنج بوينت. تمام؟ طيب النون ميتالز قال لك ان الميلتنج بوينت عندها لو. خلي بالك ان كلهم كده ماشيين عكس بعض. دايما بيجي سؤال منتشر جدا وفي امتحان الشهر يقول لك compare between metals and non-metals. تمام؟ طيب الاكزامبلز اللي عندك زي الصوديوم اللي هو ال Na، كبر Cu، زنك Zn، سيلفر Ag، ايرن Fe. لكن انا عندي هنا كربون C، سلفر S، فوسفورس ادي هنا P، برومين Br، ايودين I. تمام كده؟ طبعا خلي بالك ان انت لازم تكون حافظ السيمبلز دي اصلا من فيرست تيرم. تمام كده؟ طيب يبقى كده نلم كده بشكل سريع الكومبير بتوين الميتال والنون ميتال. بقول لك ان كل الميتال outermost energy level contain 1 or 2 or 3 electrons، لكن النون ميتال contain 5 or 6 or 7 electrons. كل الميتالز solid except the mercury هو only liquid metal. عندي بعد كده في النون ميتال كلهم مين؟ في منهم solid وفي منهم liquid وفي منهم جاز. انا عندي only element has liquid state in the non metal element اللي هو مين؟ اللي هو البرومين. عندي بعد كده بقول لك ان كل الاليمنتس او كل الميتالز ميلابل وعندهم شايني ودكتل، لكن هنا كانت مين؟ كانت اوبيك وبريتل. طبعا كل الميتالز جود كوندكتور اوف هيت، جود كوندكتور اوف الكتريستي. كل النون ميتالز باد كوندكتور اوف هيت، وكلهم باد كوندكتور اوف الكتريستي اكسبت جرافايت، وده اللي انا بستخدمه فين؟ في الدراي سيل. طبعا الميتالز عندها هاي ميلتنج بوينت لكن النون ميتال عندها لو ميلتنج بوينت. فهنا بيقول لي الجيف ريزون ده مهم جدا. كربون اللي هو الجرافايت used in making dry cell because it's a good conductor of electricity. طيب الكربون او الكبر هنا سوري used in making cooking pans. cooking pans اللي هي الحلل اللي ممكن اقدر اصنعها من الكبر because it's a good conductor of heat، تقدر توصل حراره كويس جدا. طيب الكبر is used in making electric wires because it's a good conductor of electricity. ببدا اشوف اللي عندي ده ايه البروبرتي بتاعته؟ cooking pans يبقى انا محتاج حاجه تكون good conductor of heat. electric wires يبقى انا محتاج حاجه تكون good conductor of electricity، وهكذا. طيب لو انا لسه قايلين لو انا جبت هامرنج لبيس اوف ايرن هقدر اعمل لها ايه؟ shaped without breaking. لكن لو انا جبت هامرنج للبيس اوف سلفر it will ايه؟ broken into small pieces because it's brittle. طيب البوينت اللي بعد كده بقول لك ان انا عندي حاجه اسمها ميتاليك بوند. ايه يا مستر الميتاليك بوند دي؟ انا فاكر ان انا الترم اللي فات
قلت لي ان انا عندي ايونيك بوند وعندي كوفالنت بوند، وقلت لي ان الايونيك بوند بتكون بتوين بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، وقلت لي برضو يا مستر ان الكوفالنت كانت بتكون بتوين نيجاتيف ايون او نيجاتيف اليمنت، نيجاتيف ايون مع نيجاتيف ايون، وكان بيعملوا شيرنج للالكترونز. طب ايه القصه دي يا مستر؟ هقول لك هي اسمها ميتال صح؟ حلو، يبقى بتحصل فين؟ في الميتال. طيب قال لك ازاي يا مستر بتحصل في الميتال؟ قال لك انا عندي ان الاتوم بتاعت السوليد ميتال are gathered together، بتتجمع مع بعضها في شكل ايه؟ كريستال لاتس. كريستال ده اللي هو شكل الايه؟ كريستال بالنسبه لي اللي هو هنا. طيب فانا بقول لك ان انا عندي الكاتاين، طبعا انا عندي الميتال دايما بيكون بوزيتيف ايون. ليه الميتال بوزيتيف ايون؟ نرجع من الترم اللي فات او السنه اللي فاتت، كنت الترم اللي فات سوري، كنت باجي اقول لك ايه؟ ان انا عندي لو هو لوز الكترون كان بيبقى مين؟ كان بيبقى بوزيتيف ايون. فهو اسمه مين؟ البوزيتيف ايون ليه اسم تاني اللي هو الكاتاين. طيب انا عندي في كلاود اوف فري الكترون، لو في فري الكترون اللي هي الفالنس الكترون، فبيحصل ما بينهم مين؟ بالظبط ترابط، فده اللي هو اسمه ميتاليك بوند. يبقى الميتاليك بوند هو اتراكشن فورس بتمين ويمين. قال لك بتوين البوزيتيف ميتال ايون مع مين؟ مع الالكترون بتاعه الفالنس. الفالنس الكترون معناها ان الالكترونز اللي موجوده في اوتر موست انرجي ليفل، اللي هو بالمناسبه هيكونوا 1 او 2 او 3 الكترونز. تمام كده؟ طيب نيجي نخش في البوينت اللي بعدها. عندي الكبر ميتال اهو بيتكون من كريستال لاتس اهي، وادي الميتاليك بوند بتكون ما بين مين ومين؟ ما بين الفري الكترون والبوزيتيف ايون. في مشكله كده؟ طب الالكترونز دي بتكون موجوده فين؟ قال لك بتكون موجوده في الكلاود. طيب هل الميتاليك بوند دي ليها اهميه؟ قال لك ليها اهميه. اول حاجه بتخلي الميتال هاردنس، هي مسؤوله عن الهاردنس اوف ميتال، ان الميتال بالنسبه لي يبقى هارد ما يبقاش سوفت، يبقى الميتال بالنسبه لي هارد. تاني حاجه الهاي ميلتنج بوينت. يعني ايه يا مستر هاي ميلتنج بوينت؟ هو انت مش لسه قايل لي من شويه يا مستر ان كل الميتالز عندها هاي ميلتنج بوينت بتسيح عند درجه حراره عاليه؟ طب ليه؟ قال لك عشان الميتاليك بوند. قال لك وكل ما number of outermost energy level electrons اللي هي الفالنس الكترون increase، كل لما السترينث بتاعت الميتال هتزيد وهيكون الميتال اقوى، فهيحتاج طاقه اعلى عشان يبدا يتحول لمين؟ لليكويد. فانا بقول لك ان هنا هيكون هاردر، فمحتاج هاي ميلتنج بوينت. جميل جدا. يعني بص مثلا عندك هنا الصوديوم. الصوديوم لو انا جيت اهو، لو انا جيت قلت لك ال Na 11 2 8 1، حلو قوي. قلت لك بعد كده Mg12 شاطر 2 8 2، جميل جدا. Al13 2 8 3، حلو قوي. هنا اوتر موست او الفالنس الكترون هنا كام؟ 1. الفالنس الكترون هنا كام؟ 2. الفالنس الكترون هنا كام؟ 3. فانا بقول لك كل ما الفالنس الكترون بيزيد اللي بيحصل عندي بالظبط الميلتنج بوينت انكريز. فمين اكتر ميلتنج بوينت عندي؟ الاي ال، وبعدين الام جي، وبعدين الان اي. يبقى انا كده كل لما بزود في الفالنس الكترون انا كده بزود مين؟ في الميلتنج بوينت. طب حد يجي يقول لي ايه؟ يجي سؤال في التشويس يحط لك في النص سي ال 17 فتقول لي 287، فتقول لي يا مستر دول هنا 7. هقول لك كلاون يا حمار. ليه؟ لان هنا ده اصلا مش ميتال، فما اقدرش اقول ان هو عنده مين؟ ميتاليك بوند، لان ده مين؟ ده نون ميتال. في اي مشكله في الجزئيه دي؟ تمام. تعالى بعد كده نخش في البوينت اللي بعدها. عندي حاجه اسمها الوي. الوي معناها بالعربي سبيكه. لو انت دلوقتي او انت دلوقتي ربنا كرمك ورحت تشوف عروسه، حلو قوي. هتروح دلوقتي عند راجل بتاع الدهب، حلو. هتقول له ايه؟ تقول له بص بقى انا عاوز شبكه بقد كده. جميل. فهو هيقول لك ايه؟ انت عايزه عيار كام؟ هقول لك والله انا عندي عيار 18 وعيار 24 وعيار 21. انت محتاج ايه؟ فانت هتقول له على حسب ما انت عاوز، فعلى حسب السعر. طب هتيجي تقول له طب ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ هيقول لك ايه ده؟ هو انت ما خدتش مع مستر هيليكس ولا ايه؟ طيب عيار 18 هم الثلاثه طبعا الالوي دي بتاعت الجولد. قال لك ان فيها كبر وفيها جولد. طيب قال لك ان الكونسنتريشن بتاع التركيز او نسبه الذهب اللي هو الجولد اعلى في عيار 24، يعني فيها كميه الذهب في عيار 24 في نفس الجرام
اكتر من عيار 21 اكتر من عيار 18. يعني كميه النحاس اللي هنا في 24 اقل من اللي في 21 فاقل من مين؟ من 18. انا عاوز اوصل من هنا لايه؟ عاوز اوصل من هنا انا عندي حاجه اسمها الوي، ان الالوي دي ميكتشر بتتكون من مين؟ من 2 ميتالز اور مور، بشرط ان هم يكون مالهم ميلتس. بعد ما انا هعمل لهم ميلتنج ابدا ان انا اكون مين؟ الجزء ده اللي عندي. طيب فانا بقول لك ان البيور ميتال سوفت، البيور ميتال لو انا عندي ميتال لوحده فهو سوفت. تمام؟ طيب فانا بقول لك ان هو انفيت تو اندستريال يوزز، مش بقدر استخدمه في صناعات متعدده. فانا بقول لك ان انا عندي الوي زي اللي مين؟ زي البرونز. اكيد سمعت عن البرونز قبل كده، اللي بياخد المركز الاخير سوري المركز الثالث في مسابقه بياخد ميداليه برونز. البرونز ده بيكون عباره عن ايه بقى؟ ركز معايا. قال لك بيكون عباره عن 95% من مين؟ من الكبر. 95% كبر اللي هو النحاس، وعندي التن ده اللي هو القصدير بنسبه قد ايه؟ 5%. تمام كده؟ طيب يبقى هنا ان الالوي بتاعت البرونز ليه ممكن افضل استخدمها عن الكبر لوحده؟ طب ما هي مصدر 95% كبر، طب ما انا اديله ميدال من الكبر ورايح دماغي بقى من القرف ده. هقول لك لا، ان هي تبقى هاردر، يبقى الالوي بتاعت البرونز دي هاردر زي الكبر لوحده. وايه تاني؟ قال لك ان هي ريزيستنت تو راستنج، مش هتصدي، هتقاوم الصدأ نفسه. طب انا هستخدمها في الايه؟ في الجولري، وهستخدمها في الميتالز اللي هو الميدالز سوري الميداليات، وهستخدمها في السيتس اللي هي مين؟ التماثيل. في مشكله في البوينت دي؟ لحد هنا الدنيا تمام. طيب ابدا اشوف اللي بعده. انا ممكن اعمل دلوقتي حاجه اسمها ريسايكلينج اوف ميتال، اعمل ريسايكل للميتال. هسيبني دلوقتي تكون ماشي في الشارع تلاقي حد قاعد بيلم في الكنزات، كنزات البيبسي من القهاوي بقى، من الشوارع، من مش عارف ايه، كل ده بيروح يبيعهم. تسمع ايه؟ التيك توك بقاله فتره بيقول لك ايه؟ انزل لم الكنزات، انزل مش عارف ايه، كل الكلام الجميل ده. طب بياخدوه بيعملوا بيه ايه؟ بيروحوا بيه على المصنع بيعملوا ريسايكل، يبداوا يطلعوا منه مين؟ الالومنيوم فويل. طيب هو انا ليه بستخدم، ليه بقدر اعمل ريسايكل للميتالز دي؟ قال لك decreasing of their percent in the earth crust، نسبتهم قليله. خلي بالك يا ريس ان انا بعمل لهم استخراج من بطن الارض، زي الالومنيوم وزي الكبر وزي الايرن، كل ده بستخرجه من بطن الارض. فهم عشان نسبتهم قليله في الارض او انا ممكن ينفذوا مني، فانا بالتالي ببدا اعمل مين؟ ريسايكل. تاني حاجه difficulty to extracting from their اوريس، اللي هي بالنسبه لي الخامات بتاعتهم بتبقى صعب ان انا استخرجها، فبالتالي انا بحاول اعمل ريسايكلينج واستغل اللي موجود عندي بدل ما اجي ان انا كله بعمله ايه؟ برميه. قال لك ان في لور كوست، تكلفه اقل من لما انا هعمل له اكستراكت واحتاج منجم بقى واجيب مهندسين واجيب عمال ونحفر ونكسر وناخد الاوريس اللي هي الخامات ونبدا نعمل لها تصنيع. لا، طب ما انا عندي اصلا كده كده جاهز، فابدا اعمل له ريسايكل، فبالتالي ده بالنسبه لي مين؟ عندي لور كوست. ولحد هنا يكون ليسون 1 خلص. هنخش مع بعض في ليسون 2، هنحل مع بعض، بس لسه قدام شويه نخلص بس الشرح، وفي الاخر كده ايه؟ هنحل كل